اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وجينا معاكم النهاردة بفيديو جميل جدا ومفيد كله يا جماعة، سواء من عند الطيور أو من عند الليمون المعصفر اللي احنا هنعملوه مع بعض إن شاء الله ونخللوه رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا بدأنا بقى في تجهيزات رمضان، وجبت السمنة بس لسه بقى هجيب اللبن، وبدأت ان انا دلوقتي اخدها واحدة واحدة كده من هنا رمضان علشان خاطر ما يجيش ضغط عليا مرة واحدة. وطبعا الدنيا غالية والحاجة ايه غالية. اول حاجة نزلنا كده النهاردة اهوت ان احنا نصبح بقى ايه على الطيور بتاعتنا كده ونفطرها، ونعمل وصفة جميلة جدا كده للحمام، علشان انا عندي الحمام زي ما انا قلت لكم كتير وما اناش عارفة احل المشكلة بتاعته. هو ليه ما بيبيضش؟ طبعا هو ليه ما بيبيضش؟ علشان خاطر كل جوز عندي مسيطر على جنب كامل من الأوضة، يعني 4 جواز حمام واخدين الأوضة كلها لوحده. دي أوضة، وفي الصالة نفس النظام، والأوضة التانية نفس النظام. المهم إن هما 3 أوض فيهم 25 جوز أو ما يكملش، وكل أوضة مسيطر فيها 4 جواز أو جوز أو 2، وبقية الحمام مش عارف خالص يسيطر ويباله مكان يبيض فيه. فانا اعمل ايه؟ ظهر عندي من يومين ذكر حمام كده تعبان ومكشكش في بعضه وعنده اسهال، وانا طبعا ممشياهم كلك بالوصفات اللي انا بعملها لهم. اغلي لهم ينسون واحطه لهم، او احط لهم زي ما سألت برضو الاستاذ حمام، وقال لي مشكورا جدا، اداني نوعين برضو للعلاج، ديدان وديكال وكده، جبتهم له برضو وحطت لهم منه. المهم بدأ دلوقتي ان هو هيشتغل، بس برضو نفس المشكلة عندنا موجودة رغم ان احنا عاملين عيون كتير. فنعمل ايه؟ قلت بقى ادلم ايه عنده اسهال، واللي بيجي يعني الجوزين اللي طلعوا عندي كانوا مطلعين زغاليل، والزغاليل ديت بدأ يجي لها حاجة زي اللوز كده يا جماعة في زورها. فبدأت بقى ان انا اعمل لهم ايه الوصفة ديت إيه زي ما بنعمل احنا لنا كبني ادمين. ده جنزبيل، عملت الجنزبيل وغليته، وبعدين جيت هنا خففته على لتر ميه، لتر واحد بس وما بيشربوه في اليوم. فعملت لهم لتر ميه اهوت، وخففت عليه الايه الجنزبيل اللي انا عملته لهم وحطته لهم. وديت الوصفه ديت حلوه يا جماعه، وربنا يا رب يشفيهم من البرد اللي هم فيه، ويقدر الحمام يسيطر ويلاقي لبعضه مكان، مع ان الاماكن كتير وفاضيه بس ما تعرفيش فيه ايه. بيضربوا ببعض بطريقه مش كويسه خالص، ومبهدلين بعض اخر بهدله. ودي كده الارانب بتاعتنا حطينا لها الايه الاكل بتاعها اهوت. انا بقى بنبقى جايبين لهم برسيم، بس احنا ما البرسيم اللي عندنا صغير ربايه يعني، فهم ما ينفعوش طبعا ياكلوا ربايه. فاما البرسيم ينشف شويه هنبتدي بقى ان احنا ايه ناكلهم منه. احنا دلوقتي مدخلينهم على الكوز، العلب بتاعهم والعيش الناشف. شايفه الكتاكيت الصغططه ديت اهم، هم دول يا جماعه من 10. والله مش عارفه في ايه. اهم برضه حطيت لهم ايه الاكل بتاعهم والعيش الناشف بتاعهم. كمان تعالوا معايا نشوف الوزة بتاعتنا. انا عند الذكر الوز ايه برضو جه تعب وخس جدا، وعالجته جبت له مضاد حيوي بشري يا جماعه، حقنته بيه وكده وبقى كويس وبياكل، بس خاس يعني متاثر بالدور التعب جامد. فالوز ده بتبيض، فانا مش عارفه بقى ان كان هو هيكسر ويتكمل معانا ويطلع علينا وز، ولا البيض اللي هي بتبيضه ده هيطلع فاضي، الله واعلم. واحنا برضو هنشوف مع بعض. والله العظيم انا ناعيه الهم يعني. شوفوا طول السنه تبقى بتاكل وتيجي على اهم حاجه، ويجي على اهم حاجه في الموسم بتاعها وجي تعب. فعلى ما عالجته وصحى وبقى تمام وكده، بس برضو خاسس، وحاسه كده ان هو يعني خاسس وهبطان. فانا حاسه ان هو مش هيبقى البيض بتاعها في كسر. الخضره اللي انا جايبها لهم ديت خضره خبازه، ايوه بتطلع جنبنا كده على الريشه في الاراضي، فانا بجيب للطيور منها. طبعا احنا كلنا عارفين فوائد الخبازه، حتى لنا كالبني ادمين احنا بناكلها يعني. تعال. فانا بحط منها ايه للطيور، لان طبعا البرسيم زي ما انا قلت لكم صغير ومش هينفع ان احنا ايه نجيب منه دلوقتي. اما يجمد شويه نبتدي ايه نجيب له. عملت بقى دول البط بتاعنا بتاع رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. ده كده البط بتاع رمضان اللي انا وريته لكم بدأ يحلو اهوت. طبعا بنفس الخلطه بتاعتنا بالعيش الناشف
الدشيش الذرة او الذرة كانت عاملينها بالكوالح بتاعتها طحنينها زي الدقيق، والسرسة اللي هي طبعا بتبقى طالعة من بياض الرز، وتحط شوية الملح وتحط شوية جير، علشان خاطر هما كانوا بيبدأوا ياكلوا ببعض ويجرجروا ببعض كده ومبهدلين بعض آخر بهدل، فربنا يهديهم هما كمان ويحوش عنهم ويشفيهم. وده كده التوم بتاعنا يا جماعة. أنا من عشاق زراعة السطح، بس طبعا بما إن احنا جايبين الطوب عشان نبني الدور التاني، وجه المباني وقفت واحنا برضو بانيين في الأرض الزراعية، وما احنا وعملنا تقنين وعملنا كل حاجة وما فيش فايدة وما احناش عارفين هو في ايه. على ما ربنا ييسر الأمر كده ونبني إن شاء الله السطح الأخير بتاع البيت، أنا بأمر الله هعمله كله إن شاء الله معاكم كده نزرعوه كلاته. وأنا بحب جدا إن السطح بتاعي يكون كله زرع. فأنا عاملة زرعة توم. لما كنت بزرع فول أو بزرع أي حاجة تانية الحمام بياكلها، أما التوم فحراج عليه فما بيعرفش ياكل، فدي الحاجة الوحيدة اللي معمرة معانا. تعالوا بقى ننزل ونعمل مع بعض الليمون المعصفر لرمضان. احنا بقى كنت جايبة ليمون معانا من السوق. طبعا اول حاجة بنعملها في الليمون ان انت بتمسكيه تشججيه 4 شجات وتسلقيه. بالنسبة بقى للسليق عشان خاطر يغيب معاك ويقعد لو عايزاه بالسنة، ما تتكيش عليه جامد، يعني هياخد زي 3-4 دقايق كده في المية السخنة، وبعدين تطلعه على طول تحطه في المية الساقعة المتجمدة اللي جنبك ديت، علشان خاطر تعملوا له صدمة فما يبقاش مهري منك وطيب جامد. اما بقى لو انت عايزة تاكله قريب وعايزاه يطلع معاك بسرعة، فهتتك عليه شوية سيكة ويطلع معاك تمام ماشي. طبعا احنا كلنا عارفين ان اسعار الشطة نار، والدنيا اصلا بحالها نار، والحمد لله متوكلين على ربنا وكله نار يا حبيبي نار. فالشطة ديت يا جماعة يعني انا بسمع فيها اسعار خيالية بصراحة، بس انا جبتها من جماعة فلاحين، جبت الكيلو فيها ب10 جنيه. اما بقى هي يعني كمع التجار فهي ب15 وب20، فبنسمع فيها كلام يعني. فانا بقى جبت الشطة ديت وحطيت معاها راس توم، وهنضربهم بقى في الكب علشان نعملهم لليمون. كمان عندي 4 جزرات كده حلوين، عايزة تكتري من الجزر برضو براحتك مفيش مشكلة، تبشريهم برضو بيبقوا جميل جدا في الليمون بتاعك المعصفر. وتجيبي برضو برتقانة حلوة كده برضو وتعمليها في الكبة وتنزلي بيها في نفس الخلطة دي. وتجيبي كمان معانا العصفر وحبة البركة، ده بتشتري من عند العطار يا جماعة، سهل جدا، بتروحي للعطار وتقولي له أنا عايزة عصفر وحبة البركة ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزة. أنا عن نفسي جايبة ب5 جنيه عصفر من العطار وحبة البركة، جابهم لي على بعض كده، وقمت جاية حطاهم اهمت على الليمون بتاعنا مع الملح بتاعك. الملح ده بقى أنا يعني أنا بحدده كده بالنظر، يعني أنا ما قلتلكيش هو الكمية قد كده. فانت هتحط شوية ملح يعني يبقوا هما دول معجولين كده معاكي، وتحط شوية الملح بتوعك في نفس الخلطة ديت والتتبيلة بتاعتك دي، وبعدين تبتدي بقى ان انت تحشي الليمون بالطريقة دي كده اهو. تفتحي قلب الليمونة وتحشيها كل الحاجة اللي معانا ديت، اللي هو الجزر والشطة المفرومة والعصفر وحبة البركة والبرتقان طبعا اللي احنا عاملينه برضو في الكبة، برضو بننزل بيه، كل الحاجات دي بتنزلي بيها وبتقلبها ببعضها خلطة، وبعدين تفضلي بقى تحشي كده اهو واحدة واحدة بقى تحشي. لو انت حابة ان هو يتحشي، مش حابة بقى وما عندكيش وقت، بصي اضربي الخلطة دي كلها ببعضها كده، خلبطيتها بالصلصة وعبي في البرطمان، وان شاء الله هيطلع معاكي جميل جدا برضه. وانا برضه السنة اللي فاتت ما كنتش فضيت ان انا اقعد نفس التقليبة دي كده، ما كنتش فضيت ان انا اقعد اعبيه كده في كله، فبعدين قمت مقلباه ببعض وقمت حطاه وطلع جميل جدا وكان تحفه قوي، وكل اللي كان بيدوق منه ما كانش بيصدق ان انا اللي مخللاه، وكان بيقول لا اكيد انت شارياه جاهز. طلع حلو جدا. في الشويه دول بقى كانت امي عندي واختي كانوا جايين، وكنا بنحط لهم الاكل زي ما انتم شايفين كده، يعني بعمل في الليمون وهم قاعدين جنبي، فقلت لهم استنوا بقى اخلص الليمون ونيجي بقى نكمل القعده كده مع بعض. بس هم قالوا لا ده احنا هنمشي على طول، علشان كانوا في مشوار جنبنا وحودوا 5 كده وبعدين مشيوا. فده كده طريقة الليمون معانا اهي. عبينا بقى الليمون في البرطمان، طبعا البرطمان بتاعك لازم يكون مغسول ومتعقم كويس وكوني منشفاه، يعني التعقيم تحطيه على السطح في الشمس طبعا، ياخد له ساعة كده ولا حاجة
في الشمس ينشف من المية، ما يكونش فيه اي حاجة خالص، تكفيه كده على وشه وتنشفيه ويبقى تمام. هو دوت التعقيمة بتاعة البرطمان. هترصي تحت طبقة ليمون وطبقة شطة، طبقة ليمون وطبقة شطة جرون خضرة أو شطة حمرة جرون سليمة زي ما انتوا شايفينها كده، وتكملي لحد ما يخلص البرطمان معاكي والكمية بتاعتك بتاعة الليمون. طبعا أنا ما بكترش، أنا كل سنة بعمل هما 3 كيلو في نفس البرطمان ده، ما بكترش يا جماعة ليمون، لأن طبعا بيبقى يعني رمضان الناس مش قوي في المخللات، بيبقى شرب المية وكده وصيام، بس احنا طبعا لازم يكون مخللاتك موجودة معاكي، زيتونك وليمونك وحاجتك كلها. طبعا المية بتاعت سليق الليمون دي ما دلكتهاش يا جماعة، انا خدتها وقعدت معايا اسبوع اسيغ بيها الحمام، ما شاء الله كانت بتطلع ريحة جميلة جدا، بصراحة تحفة. ادي كده بقى ايه الليمون بتاعنا، يا رب الطريقه بتاعتنا تعجبكم اهو، هو بدأ ينزل الميه بتاعته. طبعا انت ما بتحطش عليه اي حاجه خالص، انت في الاخر هتحط عليه شويه شطه مفرومين وتحط عليه شويه ملح وشويه زيت وتقفلي البرطمان بتاعك تمام، وكده يبقى ايه ليمونك زي الفل. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم والطريقه تعجبكم، ما تنسوش اللي بيشوف قناتنا يدعمنا بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.